فيديو لرئيس الحكومة ديال 2017 حتى ل 2021 السي الدكتور سعد الدين العثماني في أحسن فيديو على الإطلاق من مؤتمر صحفي. الفيديو اللي زرع الرعب في الحكومة وخلاهم يشددوا على إسقاط قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضحهم أمام الملأ وخلى اللي ما شرا يتفرج. يلا نشاهدوا الفيديو اللي بقى وصمة عار في حكومة الكفاءات. إلا باقي ما شفتيش فرا فاتك بزاف. رفضت أحزاب الحكومة إجراء لجنة تقصي الحقائق وصوتت ضدها. وكل ماشي يفكرهم العجينه غادي يقول لك ما كاين مشكل، يلا سيدي نديروا لجنه تقصي الحقائق ونحققوا في هذا الشيء. 13 مليار ذهبت هباء منثورا، دليل على ان هذا خصو تحقيق. هذا راه ماشي هضر المال العام فقط، هذه خيانه الامانه، هذه خيانه الامانه. هذا هو المشكل اللي كيضيع الوطن واللي كيخرج الناس من ديورهم. الحزب الاول في الحكومه حاول ان يؤمم الصحافه الخاصه، ولكن حاولوا يسكتوا كل شيء. كي صحفي دار كتمشي شكايه عند وكيل الملك وكتطلب الاعتقال ديالو، ربع قرن ما عمرنا وصلنا هذه النسبه ديال البطاله. شحال نسبه البطاله؟ 13.3%. هذه الحكومه وخصوصا الحزب الاول ديال هذه الحكومه جميع وعودها لم تتحقق. قالوا مليون منصب شغل، فين هي مليون منصب شغل؟ كاين حتى 200,000 بالتقارير الموثقه للمندوبيه الساميه للتخطيط. حتى حاجه الحمد لله عندنا مؤسسه دستوريه تصدر تقاريرها منتظمه. مع الاسف الحكومه لم تكن في الموعد، لم تكن في الموعد بسبب تجريف السياسه، محاوله القضاء على السياسه. ولكن راه من الاول قال لك، من الاول من الخيمه خرج مايل، من الاول من الانتخابات جات مايله. دابا هادشي كنا كنقولوه في الاول وهما ما بغاوش يتيقوا ولا يصدقوا ولا يقبلوا، والبعض كذلك لم يقبلوا. ولكن اليوم مع وجود على الاقل 32 برلماني في السجن في ملفات فساد، صحيح باقي ما تحاكموش او اغلبهم، صحيح انهم لا يزالوا متهمين والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولكن المتابعه في حاله اعتقال دليل على ان الامور جديه وليست بسيطة. واش نوصلكم لهذا؟ وكثير منهم من أحزاب الحكومة، كثير منهم. داكشي علاش كيقولوا هذوك الشباب راه كاين مشكل ديال الفساد، كاين مشكل ديال الفساد نعترفوا به. التصنيفات الدولية تثبت هذا. هذاك لانديس دو بيرسيبسيون دو لا كوربسيون ديال ترانسبارونسي انترناسيونال راه كيثبت هذا الشيء، كيقيم بلادنا. مع الأسف كانت عندنا واحد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وضعت في عهد الحكومه الاولى ديال العداله والتنميه السي بن كيران، وبدات التطبيق ديالها في عهدي انا. وانا يعني اشعر بالفخر لان وضعت المؤسسات ديال الحكامه الاولى، لان كل استراتيجيه وكل برنامج ضروري تكون عنده نظام حكامه، لجنه وطنيه للتتبع، لجان احيانا جهويه واحيانا قطاعيه للمتابعه، نظام للتقييم. لان الا ما كاينش التقييم حتى حاجه ما غتسمى. واول شيء دارته هذه الحكومه جمدات، دخلت الثلاجه هذيك الاستراتيجيه الوطنيه، بدل ما تخرج التقييم ديالها دخلتها الثلاجه، ولم تنعقد بعدها ولو مره واحده اللجنه الوطنيه لتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للنزاهه والشفافيه ومكافحه الفساد. طبيعي ما غادي يكونش محاربه الفساد، ما غادي تستمرش. بطبيعه الحال انتم راه شفتوا سحب القانون، المشروع القانون الجنائي الذي كان الصراع عليه والتجميد ديالو في البرلمان كان بسبب بند واحد او فصل واحد اللي مرتبط بمكافحه الفساد. وهذا مستغرب، لماذا احزاب تقوم ضد تمرير واحد الماده اللي كتعطي القضاء الحق او تعطي القضاء الحق في التحقيق في املاك شخص اعتقل في حاله او اعتقل في حاله رشوه. علاش ما نبحثوش في الاملاك ديالو؟ لان واحد مسؤول اللي ضبطناه اليوم في قضيه رشوه وهو 30 سنه وهو مسؤول، ما عرفناش اش دار 30 سنه. ماشي مشكل نحققوا في الاملاك ديالو اللي جات بجهده، اللي جات من الارث، اللي جات لانه شراها وعنده، ما كاين مشكل، برك مسعود. ولكن القضاء انذاك هو الحكم. لماذا نخاف من القضاء؟ وهذا الشيء فاش وقعنا. وراينا نخب انتخابات 2021 اللي جات كما قلت من الخيمه خرج مايل، جات عوجه عرجاء بالمال السياسي، المال الفاسد. شفنا النخب ديالها كثير منها في السجن، وعدد كبير غير مسبوق من رؤساء
الجماعات تقيله الوزارة المعنية، انطلاقا من انتقارا من تقارير ديال المجالس الجهوية للحسابات. مع ذلك راه عندنا مؤسسات يمكن تقوم باسم، ولكن السياسيين أيضا خصهم يحرصوا باش تكون النزاهة الاختيار الجيد للمرشحين، لا محليا ولا جهويا ولا وطنيا. وكان عندنا لأن التعليم كنذكروا دابا التعليم، كانت هناك استراتيجية وطنية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين اللي هو مؤسسة دستورية تشارك فيها جميع الأحزاب وجميع النقابات والهيئات المهنية والمهنيين إلى آخره. وده استراتيجية. جلالة الملك أمر بتحويل الاستراتيجية إلى قانون، خرجناه في قانون إطار، أدخلوه أيضا الثلاجة. وينص القانون الإطار على لجنة وطنية لمتابعة وتتبع تنفيذ القانون الإطار. لم تنعقد هذه اللجنة منذ أتت هذه الحكومة. يعني ذلك هناك أخطاء فظيعة أثرت تأثير مباشر على القطاعات التي خرج هؤلاء الشباب يصرخون ويطالبون بإصلاحها، فهي مطالبات صحيحة. مع الأسف خطاب الحكومة باستمرار، وأنا شيء كيضر، لأن غير معقول. يمكن الحكومة دائما كيخرجوا كيقول لك الإرث القديم الحكومات السابقة، كيعني ديال العدالة والتنمية. دابا إلا قالوا في السنة الأولى مقبول، ما كاين مشكل، حنا كنتحملوا جزء من المسؤولية. السنة الأولى، السنة الثانية والثالثة والرابعة بركة، امتى راه عندك 5 سنين. دائما هذا الإرث القديم، واش كدير هاد 3 سنين؟ ما تصحح ما تصلح، راه عندك جميع القدرة. إلا كان شي خطأ صحو، إلا كان شي نقص ديروا، شي قانون معيب ولا المراجعة ديالو راجعوا، شي قانون تجيبوا 4 سنين بركة، وراه غير 5 سنين اللي عندك. وجميع وعود هذه الحكومة وخصوصا الحزب الأول ديال هذه الحكومة، جميع وعودها لم تتحقق. قالوا مليون منصب شغل، فين هي مليون منصب شغل؟ كاين حتى 200,000 بالتقارير الموثقة للمندوبية السامية للتخطيط. حتى حاجة الحمد لله عندنا مؤسسة دستورية تصدر تقاريرها منتظمة وتقيم. أغلب السنوات عندنا فيها الهدر. شحال نسبة البطالة؟ 13.3%. 13.3%. لما كان كوفيد، أزمة كورونا، عقلتوا عليها. في آخر أزمة كورونا شحال كانت نسبة البطالة؟ رغم أنه مشكل عالمي، تجمدت الأنشطة الاقتصادية مدة 3 أشهر لأن الوباء يفرض ذلك، وعندنا إشكالات في الاستيراد وفي التصدير، نتيجة أنه ورغم ذلك وصلنا ل 11.9 في آخر 2020. هذا هو التقرير ديال المندوبية السامية، 11.9. هذا 13.3 هذا رقم لم يسجل قط في تاريخ المغرب منذ حوالي ربع قرن. ربع قرن ما عمرنا وصلنا هذه النسبة ديال البطالة. فلذلك هؤلاء الشباب الذين خرجوا مثل الفضيحة الكبرى ديال 13 مليار ديال استيراد الأكباش، 13 مليار ذهبت هباء منثورا. لا الأثمنة نقصت، وكان الهدف هو ينقص الثمن ديال الكبش، ولا كانت عندنا القدرة باش نعيدوا. وتدخل جلالة الملك بقراره الحكيم لإصلاح هذا الخلل الكبير الذي أتت به الحكومة. فين مشى هذيك 13 مليار؟ الآن خصهم يحققوا في هذا الشيء. ولما أتت المعارضة وفي مقدمتها معارضة حزب العدالة والتنمية باش نديروا لجنة تقصي الحقائق باش نعرفوا 13 مليار لمن تعطات. إلى تعطات لرجال الأعمال ديال الحزب الأول ديال الحكومة، الحزب الأول بين قوسين في الحكومة، دليل على أن هذا خصو تحقيق. هذا راه ماشي هدر المال العام فقط، هذه خيانة الأمانة. فرفضت أحزاب الحكومة إجراء لجنة تقصي الحقائق وصوتت ضدها. وكل ماشي فكرتهم العجينة غادي يقول لك ما كاين مشكل، يلا سيدي نديروا لجنة تقصي الحقائق ونحققوا في هذا الشيء، نستدعيوا الناس الكسابه اللي يشدوا الفلوس. انت شديتي الفلوس، واش جبتي فعلا؟ لان اللي شد الفلوس وجاب الاضاحي وجاب الاكباش الى اخره وبتها في السوق ودار ثمن، ما كاين مشكل. ولكن خصنا نعرفوا واش داك الشيء مشى فعلا بالطريقه النازيه ولا. هذا هو المشكل اللي كيضيع الوطن واللي كيخرج الناس من ديورهم للتظاهر. هذه هي الإشكالات الكبيرة. فعلا هناك ملفات أثارتها الصحافة، وتحية للصحافة فعلا، لأن الصحافة سلطت الضوء على عديد من هذه الملفات.
وتحية لهم. ولكن الحزب الأول في الحكومة حاول أن يؤمم الصحافة الخاصة، حاول أن يحيدها عن مسارها، فهمتني؟ والحمد لله باقي صحفيين نزهاء وشرفاء، ولكن حاولوا يسكتوا كل شيء. كما قالت الأستاذة الحطي، ياك واحد النهار قلت لهم هذاك في ذكر ماذا؟ علاش جبت هذيك القضية ديال إلا حريتي الروبيني كيخرج الماء؟ علاش جبتها؟ اونسيون. واحد النهار كان هناك واحد الضجة ورد فعل على الماء ديال الرباط اللي كيجي من سد أبو رقراق، وقالوا كاين واحد المؤسسة بلا ما نذكرها النفايات ديالها كتمشي لهذاك السد، وتشككوا الناس في الماء وخافوا من الماء اللي يكون ملوث. عندهم الحق. درنا تحقيق ومشيت عاين المكان انا شخصيا، ولكن قبل من داك الشيء الوزاره المعنيه الى اخره، الوزير هذيك الساعه اخره، ودرنا التحقيقات وشفنا بان القضيه، شفنا كيفاش تشتغل محطات المعالجه. ولكن انا شفت عدد من الاطر، من تقنيين، من اداريين، من مهندسين يحرصون على الماء الشروب يكون نقي 24 ساعه على 24 ساعه. بمعنى الا فتحتي الروبيني ووصل عندك الماء سكت، تشكر الله، تحمد الله، وتشكر هذوك الاطر اللي خدامين ليل نهار لا يعرفهم احد، ماشي وزير ولا مسؤول، لا، هاد الاطر. فانا نتمنوا العمل ديال عدد من المغاربه اللي خدامين في مختلف المؤسسات. الماء هذا جزء، ولكن الكهرباء عندنا مستمره. انا عشت طبيب في واتزم في اخر الثمانينيات، انا تعينت 87 طبيب في واتزم، كنت طبيب عام، ثم درت تخصص الطب النفسي، وكان الماء كيتقطع عندنا بالليل، كنا العشيه مع 9 ولا 10 كيتقطع الماء حتى 7 الصباح ولا 6 الصباح. بمعنى كان هناك انقطاع، ودار جهد وطني قبل ما نجيو حنا كعداله التنميه الحكومه، قبل الحكومه ديالنا دار جهد وطني لتعميم الماء الشروب. المدن الان كلها فيها الماء الشروب، هذا جهد. فلذلك انا كنقول هذه نعمه وعمل وطني داروه خبراء وداروه وطنيين وداروه اطر مستخدمين خدامين ليل ونهار، لان هذيك المحطات يجب دائما مراقبتها. فلذلك اذا حليتي الروبيني وخرج الماء، عرف بانه وراءه جهد وعمل، استراتيجيات سابقه باش يدار هذا الجهد، السدود، محطات المعالجه، محطات الى اخره، وايضا للاستمرار في هذا الجهد. فلذلك اي حكومه ما عندهاش الحق تراجع على هذه الامور الجيده التي بناها المغاربه بعرقهم، بجهدهم، بعملهم طيله عقود منذ الاستقلال الى اليوم. البناء مستمر وغادي يستمر، وكل واحد كيستمر على اللي قبل منه. فلذلك انا انصح هذه الحكومه بان تزيل من خطابها السابق، الحكومه السابقه. هذا الشيء يمكن يتقال في السنه الاولى، اليوم ما بقاش هذا العذر. ارجعوا السياسه الى عمق العمل الحكومي، تواصلوا مع المواطنات والمواطنين، افتحوا الاعلام العمومي باش يجيب السياسيين ويناقشوا، ولا تنزعجوا من الاراء المخالفه، لان الديمقراطيه هي ان اسمع للراي المخالف. ماشي صحفي كتمشي شكايه عند وكيل الملك وكتطلب الاعتقال ديالو. وسعوا خواطركم شويه. المسؤول خصو يكون بمنزله بحال الاب، يوسع خاطره، واحد شويه الهضره، واحد شويه اسمه طبيعي، ضروري. ولا ديمقراطيه بدون قبول الراي المخالف، لا ديمقراطيه بدون حريه التعبير. خليوا الصحفيين يخدموا، الله يجزيكم بخير. خليوا الصحافه حره، تعبر بحريه، تنتقد. احنا عندنا وطن، السقف هو الوطن، ثوابت الوطن، الباقي كله يجب ان يخضع للنقاش. هذه هي الديمقراطيه الحقيقيه. مره اخرى احييكم. شوف الكلام دون سجون، انا ما غاديش نطول عليكم، لان الا جيت نزيد امور اخرى. احييكم واحيي نجاح مؤتمركم، احيي الاخ الامين العام، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. ونقول لكم غير واحد النصيحه قبلوها مني: العمل السياسي كينفع البلاد الا كان عمل سياسي نبيل. لا تنتظروا من السياسه ان تغنيكم، لا تنتظروا من السياسه ان تزيدكم مالا، لا، انتم خصكم عندكم خدامه ديالكم، اشتغلوا فيها بكل عصاميه كي تساهموا في بناء الوطن، ومارسوا السياسه للاصلاح. فهمتني؟
تنمير نما استما دايتما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا من احسن المؤتمرات اللي داروا من اجل الشباب، ومن احسن التصريحات هو التصريح ديال السي سعد الدين العثماني اللي قال كاع داكشي اللي خصو يتقال. شكرا ليه بزاف على هذه المواقف وهذه التصريحات اللي قالها، كونه كان رئيس للحكومه سابق واللي المغاربه كاملين كيحبوه وكيشهدوا على النزاهه ديالو، والتاريخ هو اللي غادي يحكم على كل واحد شنو قال وشنو دار. ولكن دابا السؤال عندي لكم نتوما، واش كنتوا باغيين تشوفوا سعد الدين العثماني يرجع مره اخرى لرئاسه الحكومه؟ والسؤال الثاني، واش تبغيو تطلعوا شي هاشتاغ طالبوا به بتكوين شي عريضه الكترونيه نطالبوا فيها احنا كاملين بتفعيل قانون ربط المسؤوليه بالمحاسبه؟ واش المغرب اليوم محتاج يرجع لهذا النوع من الخطاب السياسي اللي كيهضر على المسؤوليه والمحاسبه، ولا المرحله الحاليه كتحتاج وجوه جديده؟ القرار والراي لكم نتوما. كتبوا في التعليقات واش نتوما مع رجوع العثماني للرئاسه ديال الحكومه ولا ضد، وعلاش. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تشاركونا الاراء ديالكم في التعليقات على هذا الفيديو هذا، واشنو بان لكم في هذه التصريحات هذه. بغيتوا مزيد من هذه الفيديوهات اللي كتفضح الفساد، ما تنساوش انكم تشتركوا بالنسبه للناس الجداد وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. لايك ديالكم كتعاون بزاف. اي حاجه قدرتوا ديروها باش تعاونوا الفيديو راكم كتساهموا في نشر المحتوى الهادف، والدال على الخير كفاعله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم بزاف على زيارة القناة ومشاهدة الفيديو، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.